السلام عليكم. أحب أنطيكم تحديث سريع عن الريكفري مالتي من الماراثون اللي سويته البارحة. طبعا البارحة كنت يعني كلش يعني تشنجات و كرامس برجلي بالذات. يعني حتى كانت تعيق المشي في آخر النهار. نمت زين البارحة. اليوم قدرت أروح للشغل عادي. و قبل شوية أيضا يعني أخذت قسط من الراحة كبير. تغذية زينة، فلويدز ويعني مشروبات، حتى نعوض ما فقدناه بالماراثون. حاليا يعني أحس تقريبا نفسي رجعت قريب من 100%. ما رحت للجيم اليوم، يعني قررت أنه أرتاح، بس إن شاء الله بكرة راح يعني أحس نفسي أقدر أرجع. وطبعا يعني ما حسيت تعبان خلال الركض أو حتى في نهاية الركض أكثر مما يعني كنت أحس يعني مثل تشنجات وألم في في مفاصل الحوض والركبة. هذه طبعا يعني هي نتيجة طبيعية، لأن إذا تتعرض العضلات لجهد مستمر ومتواصل فأكيد راح تتعب وتتقلص، فمن تتقلص راح تحدد حركة المفاصل. فطبعا إذا تسوي ستريتشنج يفيد، وهذا اللي سويته يعني. والراحة أكيد والتغذية مثل ما قلنا. والنقطة المهمة بالنسبة لي كان التحضير. المفروض التحضير كان يكون أطول، يعني على الأقل 2 أو 3 إذا تسوي نص ماراثون. إذا تسوي ماراثون كامل يعني 4 أشهر أو أكثر. التنظيم كان جدا جدا رائع، يعني كلش متعجب بالتنظيم. هو احنا رحنا مدينة ميلبورن، قريب من عندهم جسرين، فبدينا أحد الجسور على الضفة، وانطلقنا على الهاي واي US 1. عبرنا جسر إلى جزيرة اللي هي مطلة على البحر، وركضنا على الجزيرة ورجعنا على الجسر الثاني. فهاي لفة واحدة اللي أنا سويتها هذه 13 مايل، نص ماراثون. اللي سووا الماراثون كملوها، يعني سووا فرة ثانية. طبعا كان هناك محطات يعني ناس متطوعين ينطوك ماي وجيتوريد، يعني هذا الفلويد اللي بيه معادن كلش مفيد. يعني أنا بالمرة الثانية إن شاء الله إذا رحت ماراثون ثاني راح استخدم هذا أكثر، لأن أنت من تركض الفترة طويلة. تقريبا ركضنا ساعتين وربع هيك. من تركض هيك فترة بسبب التعرق والإجهاد راح تفقد معادن بالذات البوتاسيوم. الجيتوريد يعني هو يعوض هذه المعادن والفيتامينات. كان هناك فعاليات كثيرة على الطريق، يعني ناس يعزفون وناس يقومون بفعاليات أخرى ومشجعين كثير كان في كل مكان. بالذات من ركضنا على الجزيرة، هي تقريبا دخلنا منطقة سكنية، فكثير كان أهالي وأولادهم يعني جالسين بالخارج ويشجعون ويصفقون. جو جدا جميل كان. بالنهاية طبعا يعني وفروا كافة يعني الأكل، فواكه، أنواع مختلفة من المشروبات، عصاير، كولا، ماي. وحتى فريق طبي كان هناك موجود. أتصور شفت أكثر من فريق طبي. الشرطة منتشرة طبعا في كل مكان، لأنه ركضنا على الطريق السريع، يعني هم سدوا أحد اللينات. بدينا 6 الصبح
كل الفعاليات كان المفروض تنتهي بالوحدة، اللي هم يسوون ماراثون كامل يعني لفتين. أنا بالنسبة لي بديت بال6، خلصت تقريبا 8:3. طوال ميداليات حسب المسافة اللي ركضتها، وبعدين راح نستلم مثل يعني شهادة لها وقت البداية ووقت النهاية. واللي يركض ماراثون كامل هذا مؤهل للماراثون الأكبر في بوسطن اللي يقام سنويا شهر 4. إن شاء الله بالمرة القادمة أنا ناوي أكمل ماراثون مع استعدادات أكبر. طبعا الحذاء أيضا له تأثير يعني أكيد. الحذاء اللي كنت لابسه ما أتصور كان يعني هو خاص لركض مسافات طويلة والامتصاص. الامتصاص يعني الركض والاصطدام مع الأرض. هذا طبعا أتصور أحد الأسباب اللي أحس أنه يعني في عندي ألم في الركبة. الحمد لله حاليا رجعنا تمام بفضل من رب العالمين. إن شاء الله باكر نرجع نستأنف الإكسرسايز بالجيم. ويعني أنا أشجع يعني أي واحد يحب الرياضة أنه يروح يعني ماراثون، سواء يعني فعالية منظمة مثل هذه أو أنت أطلع أركض. الركض يعني من أكثر الرياضات اللي تحافظ على صحتك. أو أنت من تركض يعني كل الجسم بالذات قلب الرئتين، عضلات الرجلين أكيد، حتى عضلات باقي الجسم كلها تتنشط. يعني أنا شوية أحس تشنجات في عضلات أكتافي. يعني ما كنت شايل أي شيء، بس من الركض يعني تستخدم تقريبا أغلب العضلات. يعني أنصحكم أنه تقوموا بهذا يعني مرات يغنيك عن كل اكسرسايز آخر. إذا مجرد باليوم تركض يعني ما تستطيع، إذا أبدا ما راكض أبدي 5 دقائق ركض بطيء، يعني 5 miles pace، 0 incline. هذا كلش يعني بداية زينة. حاول تسويها بشكل يومي مع استراحة يومين أو يوم واحد بالأسبوع. هو بعد شهرين طول أسوي 6 دقائق 7 دقائق. أنا تقريبا هكذا بديت بعد انقطاع. أنا كنت ألعب كرة قدم، لا زلت ألعب كرة قدم، بس ما كنت يعني أركض بصورة منتظمة ومتناسقة. بس من يعني فكرت أنه أركض ماراثون، رجعت هيك خفيف يعني أركض بانتظام ويوميا أزيد المسافة. هذا كان مختصر لتجربتي مع ماراثون ميلبورن في فلوريدا، ومشواري للتعافي من الماراثون. يا رب يوفقكم جميعا. السلام عليكم.